أهلا بيك يا صديقي الجميل في فيديو جديد من سلسلة تعلم اللغة الإيطالية للمبتدئين في 30 يوم. أنا برام وأهلا بيك في قناة إيطاليانو فاتشيلمنتي. في الدرس بتاع النهاردة شباب درس مهم جدا ومحتاج منك تركيز. كل اللي عليك إنك تجيب ورقة وقلم وتركز معايا في كل كلمة. هنتعلم إيه طيب في درس النهاردة؟ هنتعلم مع بعض يا شباب الفيربو إستري، هو فعل الكينونة، وده فعل من أهم الأفعال اللي أي حد بيتعلم اللغة الإيطالية لازم يكون عارفها. هنتعلم وهنتعرف مع بعض على الضمائر الشخصية اللي هنصرف معاها الفعل، وهناخد بعض الصفات اللي هنصرف معاها الفيربو استري علشان الكلام يثبت في دماغك وما تنساهوش. يلا بينا نبدأ على طول. هنحاول نشرح الكلام من غير تعقيد، كل عليك انك تركز معايا. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة هنتعرف عليها يا شباب في الدرس بتاع النهاردة هي الضمائر الشخصية. ايه هي الضمائر الشخصية يا عم برام؟ الضمائر الشخصية صديقي الجميل هي انا، انت، هو، هي، نحن، انتم، هم. يلا نتعرف عليهم لو لسه ما تعرفهمش. هنعدي عليهم كده بسرعة وبعدين ندخل في تصريف الفعل وبعدين ندخل في الصفات على طول عشان ما نطولش وقت الحلقة. ازاي تقول انا؟ انا بالايطالي يعني ايو. ايو يعني انا. تو يعني انت. لوي يعني هو. لي يعني هي. نوي يعني نحن. فوي يعني انتم. لورو يعني هم. لازم تحفظهم يا صديقي الجميل. نعيد تاني بسرعة. إيو أنا. تو أنت. لوي هو. لي هي. نوي نحن. فوي أنتم. لورو هم. وبكده يا شباب نكون اتعرفنا بسرعة على الضمائر الشخصية. طب يلا مع بعض نصرف الفيربو essere مع الضمائر الشخصية في المضارع. ازاي تقول أنا أكون؟ هتقول io sono. io sono. أنت تكون tu sei. tu sei. هو أو هي يكون lui أو lei è. هو وهي بياخدوا نفس التصريف è. يبقى io sono. tu sei. lui أو lei è. noi siamo. voi siete. loro sono. نعيد بسرعة. Io sono, tu sei, lui o lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. لازم تحفظهم يا شباب زي ما هم كده. كده احنا صرفنا الفيربو اسري في المضارع. هتقول لي حاجة طيب، هتقول لي طب احنا دلوقتي ادينا io sono ولورو sono، ازاي هنفرق ما بينهم؟ بنفرق ما بينهم يا صديقي الجميل من سياق الجملة من حاجتين مهمين. الضمير اللي بيجي قبل الفعل او الصفة او الاسم اللي بيجي بعد الفعل. بمعنى لو الضمير اللي جه قبل الفعل ايو واضحة جدا ان هو بيتكلم عن انا. طيب لو الضمير اللي جه قبل الفعل لورو واضحة جدا ان هو بيتكلم عن هم. طيب احيانا الضمير مش بيتحط في اللغة الايطالية، يعني احيانا وانت بتتكلم اللغة الايطالية او بتسمع اللغة الايطالية ما تلاقيش الضمير في وسط الكلام. طب هنعرف ازاي يا عم برام دلوقتي لما الضمير اتشال؟ هنعرف من الاسم اللي جه بعد الضمير بعد الفعل. بمعنى هديك مثال عشان تفهم. sono stanco. sono stanchi. sono stanco الاولانيه يعني انا تعبان. عرفنا منين؟ لان الصفه او الاسم اللي جه بعد الفعل هو اسم مذكر. عرفنا منين انه اسم مذكر؟ انه انتهى بحرف الاو. لو لسه ما تعرفش لازم تروح تسمع حلقه الاسماء. اوكي، يبقى هنا هو بيتكلم على ايو. تاني واحدة سونو ستانكي انتهت بحرف الاي، فاذا هو هنا بيتكلم على الجمع المذكر. ستانكو اتحولت لستانكي عشان حرف الاو اللي في اخر الكلمة اتحول لحرف الاي، اتحول من المفرد المذكر للجمع المذكر. لازم تروح تسمع حلقة الاسماء عشان تكون مركز معايا في اللي انا بقوله. يبقى احنا كده اتعرفنا ازاي هنعرف نفرق ما بين ايو ولورو. هنفرق من الضمير او من الاسم اللي هيجي بعد الفعل. وبس كده يا صديقي الجميل. كده نكون اتعرفنا مع بعض على تصريف الفيربو اسري في المضارع، وكمان نكون اتعرفنا مع بعض على الضمائر الشخصية. وده الجزء الاول من الفيديو. الجزء الثاني من الفيديو يا صديقي الجميل دلوقتي هنصرف الفيربو اسري مع بعض الصفات. يلا بينا نبدأ على طول. دلوقتي يا صديقي الجميل هنصرف الفيربو اسري مع بعض الصفات. اول صفة معانا هنصرف فيها الفعل هي اوكوباتو.
occupato يعني مشغول، أو occupata يعني مشغولة. يلا نبتدي نصرف الفعل. أنا هصرفه مع الصفة في صيغة المذكر، وهسيب لك الفرق ما بين المذكر والمؤنث هو آخر حرف. لو مذكر هقول اوكوباتو، لو مؤنث هقول اوكوباتا، عشان بس ما نضيعش وقت الفيديو. يلا بينا نبدأ. Io sono occupato. Tu sei occupato. Lui o lei occupato. Noi siamo occupati. Voi siete occupati. Loro sono occupati. يلا تاني. Io sono occupato. Tu sei occupato, lui o lei è occupato, noi siamo occupati, voi siete occupati, loro sono occupati. الاسم بيتحول من المفرد، الصفة بتتحول من المفرد للجمع في آخر الكلمة، لأن احنا خدنا ده في درس الأسماء، إن الاسم لما بيكون مفرد مذكر مثلا أو بتحول الاو، لما بتحول لجمع حرف الاو بيتشال وبتحط مكانه حرف الاي. طب لو هنتصرف الفعل في صيغة المؤنث، يلا ناخد فعل تاني ونصرفه في صيغة المؤنث. برونتو او برونتا يعني جاهز. ازاي تقول انا جاهز؟ هنصرفه دلوقتي في صيغة المؤنث. Io sono pronta. Tu sei pronta. Lui o lei è pronta. طبعا لوي بياخد برونتو ولاي بتاخد برونتا، بس احنا بنتكلم على تصريف الفيربو اسري، ده المهم بالنسبة لنا دلوقتي. Noi siamo pronte, voi siete pronte, loro sono pronte. واضح؟ يلا. طيب هديك ملحوظة مهمة. لو انت بتصرف الفعل او احنا بنتكلم، دي مش في الكتابة، دي واحنا بنتكلم. لو انت عايز تقول سونو، وسونو دي فيها اولاد وفيها بنات، يعني فيها ذكور واناث، هنقول ازاي؟ في العادة يا شباب لما بيكون عايز تقول هم وهم دول فيهم رجالة وفيهم ستات، بنستخدم دايما تصريف الفعل في صيغة المذكر. بمعنى انت عايز تقول هم جاهزين وهم فيهم ستات وفيهم رجالة، هتقول سونو برونتي. سونو برونتي كأنهم جمع مذكر. اوكي؟ واضح؟ وكده يا شباب نكون اتعلمنا مع بعض الفيربو اسره، الضمائر الشخصية، وبعض الصفات اللي بنصرف معاها الفعل. ما تنساش تقول لي انت في الكومنتات انت مشغول ولا فاضي ازاي بالايطالي. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.